ملفات أمنية. حظيت المديرية العامة للدراسات والمستندات في شخص مديرها العام ياسين المنصوري بتكريم خاص في العاصمة الرومانية بوخارست كتتويج لتميز الخبرة والكفاءة الاستخباراتية المغربية. وبموجب ظهير رئاسي أصدره الرئيس الروماني، تسلم المدير العام لمديرية الدراسات والمستندات محمد ياسين المنصوري وسام نجمة رومانيا من درجة فارس كبير، وتعد أسمى الأوسمة المدنية اللي كتمنحها جمهورية رومانيا. استقبل المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمدينة الرباط نيكولا لورنر الذي يشغل منصب المدير العام للأمن الداخلي بالجمهورية الفرنسية، والذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية. وأفاد بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بأن الطرفين عقدا جلستي عمل، الأولى زوال أمس الخميس والثانية صباح الجمعة، ناقش خلالهما تقييم التعاون الاستخباراتي والأمني بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتدارس كذلك آليات التنسيق العملياتي في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط ليلة الثلاثاء الماضي من إجهاض عمليات للتهريب الدولي للمخدرات القوية وحجز 3 كيلوغرامات و328 غرام من مخدر الكوكايين كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج. وكانت عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق أسفرت عن ضبط هذا الشحنة من المخدرات القوية مخبأة بعناية مقصورة سائق شاحنة للنقل الدولي مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، بحيث تم توقيف سائق هذه الشاحنة وهو مواطن مغربي كيبلغ من العمر 37 سنة. افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني الخميس الماضي المقر الجديد لدائرة الشرطة الهرويين التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، وذلك في إطار تنزيل مخططها الرامي لتطوير وعصرنة البنية التحتية للمنشآت الشرطية. وتم تدشين المقر الجديد لدائرة الشرطة الهرويين على مستوى الهرويين الشمالية بمحاذاة مستوصف الهرويين بمدينة البيضاء، وذلك لضمان تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين، بحيث كيتميز المقر الجديد بقربه المجالي من الساكنة وبتجهيزاته اللوجستيكية والخدمات الحديثة. ملفات أمنية.